لا تخضع المساومة، خلي راسك مرفوع وزيد قاوم وكافح. علام الظالم طايح، زيد قاوم وكافح. وارفع صوتك بلسان الحق وطالب، سرج عودك معاك الحق وانت الغالب. ما عندناش باش نديروا مؤسسه جديده صراحه. كاين في وصايا جديده ان نكون مساعدات، ولكن ما عندناش. جماعه ضعيفه، تنحلوا في التسيير. بيجي لنا نروح معايا في التسييرات 80% كديرنا من الميزانيه، ما كيبقى عندنا حتى باش نديروا حتى ابسط المتطلبات للمواطن. بالمناسبه حنا جميع الخرجات ديال السيد الرئيس كيدعي ان الجماعه فقيره وان ما عندناش موارد وان ما عندناش مداخيل، وتنشوفوه في نفس الوقت كيتناقض مع نفسه وتيبرمج جوج السيارات ب 26 مليون. اقل شيء حنا كنعيشوا كارثه ديال الزبل في الزناقي، يلقى لها شي حل. عندنا سبيطار مسدود، عندنا ابيلانسي واحد تيظل خدام بالليل وبالنهار، اقل شيء نزيدوا ابيلانس اخرى. احنا تنعتبروا هذا جزء من هدر المال العام وجزء من طرف وسوء التسيير اللي كتعاني منه جماعات سيد زوين. السلام معكم. هذا راه عبث، هذا بعدا هادشي عبث اللي كيديروا هاد الناس. هاد المجلس الجماعي، هاد المجلس الجماعي هاد العريضه دروكا غاديه حنايا التوقعات ديالنا غادي تفوت 2000 ان شاء الله ديال التوقعات ديال المواطنين، لان هذا الاقتناع مثلا ديال السيارات هذا هي محاباه ديال واحد المجموعه ديال المستشارين الجماعيين باش يكونوا معاه. كما قال السي مصطفى المحاباه ديالو هو خصنا لا بيلانس كنقولوا بالدارجه ديكات الخواطر هذا المستشارين ولادي مهزاله شو ما كاع هذا المجلس مثلا الشيء يعتبر هدر المال العام وهدر مال الشعب الفقراء. هذا الشيء، هذا الاقتناع ديال السياره هذا الشيء، هذا الشغل البرجوازيه وسيد زوين فيه 30,000 ديال الفقراء هنا غير لائق وغير مسموح به، والساكن ما يسمحش به. هذا الشباب هاد 26 مليون مثلا ديال هاد السياره، علاش ما يرصدوهاش مثلا ويشروا لنا هاد جوج قطارات ولا ثلاث القطارات اللي خاصين لها التصفيه ويوافقوا لنا المشكل ديال الواضحه ونصفقوا لهم اكثر من هذا. نصفقوا لهم تستهلك 30 مليون ديال المازوت تيديروا ليها في السنه. بالنسبه للمجالس اللي تيكون عندها غير على المصالح ديال السكان، منذ الاحداث ديال الجماعه في 92 المجالس كاع اللي تعاقبوا على التسيير ديال سيد الزوين تيتاخذوا جميعهم قرارات ما تتماشاش مع المصلحه ديال المواطن ضد المواطن نهائيا على مستوى المستويات كاملين، سواء على الصحه ولا انعدام المسؤوليه عند المنتخبين. سيد الزوين هو اللي تينتج بحال هذه القرارات اللي تتكرس.
السلام عليكم. اولا نشكر الطاقم ديال الجريده الالكترونيه جمع الفنا بريس على التنقل ديالهم والحضور ديالنا ديالهم معنا في بجماعه سيد زوين اللي نقل هذه الواقعه ديال المجلس الجماعي خلال الدوره المخصصه لبرمجه الفائض اللي المبلغ ديالو 76 مليون سنتيم. من خلالها اللي قرر رئيس المجلس الجماعي رفقه 5 ديال المستشارين اقتناء سيارة بمبلغ 26 مليون. احنا كمجتمع مدني نتفاجأ بهذا القرار هذا، ونعتبره قرار اختيار غير عقلاني، وكذلك ان هذا الاختيار هذا لا علاقة له بالاولويات اللي محتاجينها الساكنة. الاولويات اللي محتاجينها الساكنه ولينا كنعتبروها نحن كمجتمع مدني بطبيعه الحال كتعلق بالصرف الصحي، من خلال اقتناء ارض ديال 5 ديال الهكتار اللي غتوضع عليها المرخى ديال او المحطه ديال التصفيه، وكذلك عاوتاني الاولويه ديال الصرف ديال الصحه بسيد زوين اللي كتجلى بالدرجه الاولى في اقتناء سياره ديال الاسعاف، وكذلك عاوتاني في المساله ديال اللي كتعلق بالنقل المدرسي، حيث ان المجلس الجماعي كيتوفر على سياره ديال النقل المدرسي وهي مركونه لمده سنه في المرأب ديال المجلس الجماعي، وبالتالي هذا الاختيار هذا غير صحيح. هذا الاختيار اللي خدوا اليوم المجلس الجماعي المتمثل في شخص الرئيس ديال المجلس رفقه ديال 5 ديال المستشارين، قررنا كساكنه ديال سيد زوين بالدرجه الاولى اننا نوجهوا عارضه نحتج من خلالها على هذا الاختيار الغير العقلاني. وهذه العارضه هي كما كتشوفوها اللي فيها الساكنه ديال سيد زوين موجهه للسيد والي جهه مراكش اسفي، وكنعتبروا هذا الاختيار انه اختيار غير عقلاني، وانه تدبير سوء التدبير للشأن المحلي، وكذلك هو تبذير للمال العام. هذا هو تبذير للمال العام نعتبره، وبالتالي نوجه الرساله الى السيد والي جهه مراكش اسفي انه ياخذ قرار بشكل مستعجل ويتدخل باعتباره له الصلاحيات الكامله في التاشير او عدم التاشير على هذه النقطه. وشكرا. والغريب في الامر سي مصطفى هو هاد الناس المسؤولين ديال جهه مراكش، ما فهمتش انا واش سيد زوين محيده من الخريطه عندهم ديال المغرب ولا انا والله ما فهمت شي حاجه بالله. ما كاينش شي مسؤول اللي عمرو كلف راسو عناء المجيء لسيد زوين. هادشي الا ما فراسوش الحال اللي تنعيشوه حنايا هنايا في سيد زوين. ما تنعرفوا راه كلشي وتيوصل في وسائل الاعلام ولا في الاحتجاجات اللي تيديروا الاخوان ولا مجلس الجهه. سي احمد خشيشن زار انا تيبان ليا جميع المناطق الا سيد زوين، ما عرفناش علاش. رئيسه المجلس الاقليمي السيده جميله عفيف زاروا جميع المناطق اللي تابعه لجهه مراكش اسفي الا سيد زوين، ما تنفهموش علاش. وبالعلم اننا كنعيشوا واحد الحال اللي يندى له الجبين الصراحه. جميع الشباب سيد زوين متضمرين من الوضع اللي كنعيشوا فيه، لا من مساله ديال الصرف الصحي ولا من الصحه ولا من التعليم ولا من الشغل ولا من اي حاجه. الولايه كان انا صراحه كان عندي امل فاش كان السي البجيوي هو الولي ديال الجهه، كان عندي امل انه يكونوا حلول. من نهار تولى بالنيابه السي صبري زار بعض المناطق اللي قريبه من سيد زوين، وسيد زوين ما فهمتش انا علاش. انا ما بغيتش يتفهم ليا علاش. لهذا سي مصطفى انا شخصيا فقدت الامل في جميع المسؤولين اللي بقى قدامنا. هو صاحب الجلاله اللي كنعرفوا بانه هذه الارض عزيزه عليه، ارض العلم اللي الحمد لله كان لينا الشرف انه هو زارنا، هو ولي العهد. ومن بعد ما تولى الملك حفظه الله زارنا هنايا في سيد زوين وكان لنا شرف كبير. لهذا هو اللي بقى لينا كنوجهوا ليه واحد النداء باش يعطي الاوامر ديالو لهاد المسؤولين باش يشوفوا من حالنا في هاد سيد زوين، لانه ورا اللهم ان هذا منكر. السلام عليكم. عندنا الزويني مواطن زويني، غادي نطرقوا على واحد الموضوع باش خرجت البرمجه ديال المخصصه للفائض. ملي تنجيو تنشوفوا قال لك الدوله خرجت بان الجماعه قررت باش تخرج سيارتين
والميزانيه ديال السيارات تتراوح ما بين 30 مليون حتى ل 25 مليون، والزاويه عندها خصص مهول من الناحيه الصحيه. هذيك 26 مليون غادي نزيدوها باش نجيبوا لابيناس تستافد منها 20,000 نسمه، ماشي غادي نقول عضو جماعي طوموبيله عندك انت غادي تمشي تدور بها، ما كاينش شي فائده. انا كمواطن ما مستافدش من هذيك الطوموبيل، بين شي حاجه اللي فيها الصالح العام وبين شي حاجه اللي تستافد منها الساكنه ديال سيد الزوين، بحال الاسعاف، بحال نركزوا على شي حاجه مديره للداخل وشي حاجه فيها استفاده لدى المواطنين. وكنتمناو هذا الشيء راه ما يبقاش، تنتمناو تكون شي برمجه اخرى بان هذا الشيء راه عينا منه، بين شي حاجه اللي تكون فيها فائده للزوار. المجلس الجامعي تتراوح دابا راه 50 هما شادين الجامعه ولا جايه ولا 4 سنين، راه ما شفنا حتى شي حاجه اللي عندها استفاده على المواطن الزويني. السلام عليكم، تحيه نضاليه. شكرا على موقع جامع الفنا بريس، شكرا للمناضلين والمغيرين على هذا الوطن العزيز. اللي غادي نقولوا حنا هادشي اللي طرقوا ليه الرفاق دروكا ديال جوج سيارات ديال الجماعه. كاين المشكل ما كبر منه هو الفساد اللي تيعمل الجماعه مده ديال 23 سنه، وهاد الناس غاديين في هذا العمل هذا. يعني الجماعه فقيره مهمشه، تيخدموا العيالات عندهم 50 سنه 60 سنه، تيخدموا غير في الحقول ديال الفلاحه، هما اللي معيشين ولادهم باش يقراو باش يديروا. وحنا اللي محتاجين ليه وضروري منه هو التنميه. حنا حقنا في التنميه في هذا الشعب في هذا الوطن هذا، لان هاد الناس دروكا ولا هذا الشيء ديال التعنت، ما تلاش تسير الشأن العام ولا تعنت ملي الناس تتشوف الاحتياجات ديال السكينه كيفاش دايره. ولكن المجلس الجماعي راه 23 سنه هو ضارب بالمصالح ديال الجماعه عرض الحائط. اش خصك العريان كطكطه مولاي؟ لا يعقل. 20,000 ديال الناس مهمشه تتموت بالفقر وبالتهميش، وتتموت من انعدام الصرف الصحي في البلاد. والمناضلين والسكينه تطلب بحقها في التنميه، وهاد الناس راهم تيحولوا الثروه ديال الجماعه كلها يحولها لمراكش للسيف والازلي. مع العلم دروكا ملي غادي نقولوا بينا نبنيو حضاره وبينا نبنيو وطن، هذا راه شغل الجميع. شغلكم انتم كصحافه، شغل العلماء، شغل السياسيين، شغل الاحزاب، شغل السكينه حتى هي. السكينه راه تتساهم في التماطل وفي التعطل اللي معطل الجماعه، لان السكينه حتى هي وقت الانتخابات راه تدير الانتخابات ديال الغدا وديال العشاء في الديور. وشكرا.